اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منيو وهو الاندومي اللي الصغيرين والكبار بيعشقوه. بس احنا النهارده هنعمله بطريقه صحيه ولذيذه، على الاقل نبقى ضامنين هو اتعمل ازاي. بس قبل ما نبدا في المنيو، رجاء وليس امرا، دعمكم لينا واشتراككم على قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. مبدئيا احنا معانا حله هنا على النار وفيها ميه بتغلي، هننزل بيها بشويه ملح وندعه زيت. ومعانا هنا كيس سباكيتي. احنا قبل ما ننزل بالسباكيتي هنعمل ايه؟ احنا مش عايزين ننزل بيها كامله، لا، احنا هناخد السباكيتي كده اهو ونقسمه نصين. احنا مش عايزينه مطول قوي اهو، ننزل بيه كده. والسباكيتي حبايبي بالنسبه للاندومي احنا مش هنسلقها سلقه كامله، ولكن هنسلقها نص سلقه، ومع الفيديو انا هقول لكم ليه. اهو زي ما احنا شايفين كده بنقسمها من النص كده اهو، وهنسلقها نص سلقه ونرجع لكم تاني. طيب وده الاسباجيتي بتاعنا بعد ما سلقناها، شايفين تعتبر ما استوتش اهي، بتتكسر في ايدي اهي. انا عايزها كده تمام. بنقوم جايين بقى المكونات بتاعه الاندومي: شويه بصل بودره، شويه توم بودره، شويه كركم صغيرين خالص مش كتير، لان الكركم بيبقى طعمه يعني صعب قوي، فما بكترش منه، يا دوبك معلقه شاي صغيره، وشويه بابريكا حمراء. طيب انتوا مش ملاحظين حاجه؟ مفيش مرقه في التوابل ديت ليه بقى؟ انا عايز اكل الاولاد اندومي صحي. فبصوا كده، انا معايا شوربه فراخ اهي، مصفيها من الخضار اللي فيها، ما حطيتش مرقه، صفيتها من الخضار ومن ورق اللوري وكل حاجه، وهي الشوربه اهي، مفيش مرقه في الموضوع خالص. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب طاسه على البوتاجاز وهنحط فيها حته زبده اهي. بعد ما الزبده ساحت معانا في الطاسه، هنقوم نازلين بالتوابل دي كلها مره واحده: الثوم البودره مع البصل والكركم والبابريكا الحمراء اهو، ونحمر الكلام ده كله مع بعضه. دي تعتبر الطشه بتاعت الاندومي، نحمرهم كده كلهم مع بعض في السمنه. وزي ما قلت لكم انا ما استخدمتش مرقه خالص، يا دوبك شوربه فراخ، ما عندناش شوربه فراخ يبقى شوربه لحمه، بس ما تحطوش مرقه خالص اهو. الاسباجيتي انا اسف، الاسباجيتي احنا سلقناه نص سلقه وغسلناه من الزيت والملح اللي احنا حطيناه في الميه الاول خالص، والنشويات اللي بتبقى في الاسباجيتي. طيب كده التوابل اتعملت معانا في الزبده، وهنقوم نازلين بيها في الشوربه اهي. ونقلب كويس كمان مره، يعني اكننا بنعمل الطشه بتاعت الملوخيه بالظبط، بس دي بتوابل تانية خالص اهي. طيب حد هيسالني ويقول لي احنا ليه سلقنا الاسباجيتي نص سلقه؟ لان لسه هننزل بيها في الشوربه دي تاني، يعني لسه هتتسلق معانا، فاحنا مش عايزها تتهري معانا في الشوربه اهي. هننزل بيها تاني، تاخد بس كمان غلوه تاني في المرقه اللي احنا عملناها، او التتبيله اللي احنا عملناها اهي، ونسيبها تاخد غلوه وهنرجع لكم تاني. وده يا حبايبي كان الاندومي بتاعنا بعد ما خلص. ريحته بصراحه ما اقولكمش، يمكن احسن من اللي بنشتريه كمان من بره. المرقه طبيعي جدا، زي ما قلت لك شويه شوربه عندك فاضلين، شوربه عظم، شوربه فراخ، شوربه لحمه، احسن من اي مرقه. تعالي بقى اقول لك على طريقه هنا حلوه
ناكل بيها النودل اللي هو الاسباجيتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وبنلف كده الاسباجيتي بتاعنا على الشوكة. بسم الله. مولع. بس طعمه بصراحة ما اقولكيش، كل حاجة فيه كانت طبيعي. على الاقل احنا ضامنين احنا عملناه ازاي في البيت. وتحطي لي الاولاد كده عايزين بقى ياكلوا بالصويا صوص، ها عايزين يحطوا عليه شطة حسب رغبتهم. نشوف الشوربة بتاعته. بسم الله. طيب تخيلي بقى مثلا انا عملته بالشوربة، اللي بره معمول بالمرقة، هيبقى انهي طعمه احلى؟ طبعا اللي معمول في البيت. رهيب. يا ريت تجربي الطريقه ديت في البيت، وتشوفي الاولاد هيقول لك عليها ايه. طريقه طبيعيه اقتصاديه وموفره، والاهم من ده كله صحيه. احنا بندور على الحاجه الصحيه للاولاد، فيا ريت تعمليه في البيت وتجربي الوصفه دي. ولو انا استحق منك شير ولايك وسبسكرايب فما تبخليش عليا بيه عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.